معبر أمغالة، نافذة المغرب الجديدة على العمق الإفريقي. في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية، أطلق المغرب مشروعاً جديداً لإنشاء معبر أمغالة، الذي من المتوقع أن يصبح نقطة عبور رئيسية بين المغرب وعمقه الإفريقي. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. يقع معبر أمغالة جنوب المغرب، ويهدف إلى توفير طريق بديل لمعبر الجرجرات الذي يعد حالياً البوابة التجارية الرئيسية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. من المتوقع أن يساهم المعبر الجديد في تسهيل حركة البضائع والمسافرين، مما سيعزز مكانة المغرب كجسر اقتصادي بين أوروبا وإفريقيا. يعكس إنشاء معبر أمغالة الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز دوره القيادي في القارة الإفريقية، ويدعم موقفه في تعزيز سيادته على أقاليمه الجنوبية. كما يعزز هذا المشروع التعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويعد معبر أمغالة خطوة أخرى في مسار تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين المغرب وإفريقيا. ومن المتوقع أن يكون لهذا المعبر تأثير إيجابي على التجارة والاستثمارات، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.